السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا اكلة دفا، اكلة الشتاء، اكلة تقوية المناعة، لصحة العظام، علاج الانيميا، للدفا عموما. هي المفتقة او الحلبة المعودة. نسمي الله ونشوف المقادير سوا ونشوف الطريقة. معانا كيلو عسل اسود، بنحط عليه معلقتين حلبة مطحونة وبنقلبهم كويس ونسيبها منقوعة فيه حوالي من 6 ساعات 7 ساعات على قد ما تقدري، يعني ممكن 12 ساعة حتى، علشان العسل يمتص المرار اللي في حلبة. وبنسخن فنجان زيت في الحلة، وبنحط عليه السمسم حوالي 4 معالق سمسم او 5 معالق زي ما انت عايزة. ونحط عليهم حوالي 100 جرام او 150 جرام فول سوداني. نحمصهم كويس في الزيت، طبعا كل ما يتحمصوا اكتر بطعمهم احلى، بس بنهدي النار عشان ما تحرقش مننا، عشان انتوا عارفين السمسم بيتحمص بسرعة. بنقلبهم لغاية ما يتحمصوا. بعد كده بننزل عليهم بمعلقتين تحويجة صفرا. التحويجة دي بتجيب من عند العطار علشان الكبيس او المفتقة. طبعا هي بتتحمص معاهم بعد كده على نار هادية. هي لونها اصفر زي ما انتم شايفين كده. نحط عليهم معلقتين دقيق عشان سمك العسل نفسه، بتقلها شوية. طبعا دي يتحمص شوية عشان يبقى طعمه حلو. ونحط عليهم نص معلقة كركم. طبعا الكركم مفيد جدا وبيديها برضو لون حلو وطعم برضو حلو. بنقلبهم كويس لغاية ما يتحمصوا تماما. بننزل عليهم بقى بالعسل اللي احنا نقعينه مع الحلبة الصفراء. هننزل بالعسل ونقلب فيها ونسيبها تغلي. طبعا كل ده واحنا بنقلب فيها باستمرار، ما بنشيلش ايدنا منها، وبتبقى على نار هادية، ما بتبقاش على نار عالية. زي ما انتم شايفين نزلنا بالعسل كده وبنقلب فيها تبدأ تغلي. السمسم والفول اللي على الوش ده بينزل في القاع وبيبقى الوش كله عسل فورا. دي اول غلوة ليها. طبعا احنا متابعينها كويس وايدنا باستمرار فيها عشان العسل الفول والسمسم ما يتلطوهاش من تحت. من بعد الغليان الاول دوت بنستنى حوالي من 2 ل3 دقايق تقليب. طبعا بنعمل الحاجات دي في حلة كبيرة عشان العسل بيفور وما يتكبش بره. بناخد بقى عشان نعرف انها استوت بناخد تجربة كده في طبسي معلقة، وبنبدأ نلف في الطبسي دوران في اتجاه واحد. شوف ايدنا فيها باستمرار عشان ما تلطعش. شوف الوش كله بقى عسل والسمسم نزل تحت. ده بقى اللي اخدنا معلقة في طبسي كده ونلفه. شوفوا حضراتكم زي ما هو بيلف ما عملش سيور، لو هو سايل وعمل سيور تبقى لسه ما استوتش. هي كده بقت تمام، ما نزلتش من نص سيور، كده بقت تمام. وبألف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولنا رأيكم في التعليقات. متنسوش تعملوا لايك للقناة وتشتركوا فيها. مع السلامة.